دونالد ترامب أفطر البارحة على النظام الجزائري. تحبوا تعرفوا القصة وتفاصيلها؟ اسمعوا أولا. دونالد ترامب البارحة ماذا قال؟ I signed an order also, and I think very importantly also in particular for people in this room, we're keeping men out of women's sports. Is that okay? Men out of women's sports. Morocco, Indonesia, Algeria. معناتها هنا دونالد ترامب عاود رجع على قضية السي إيمان خليف. في متى البارحة كان إفطار نظمه بطبيعة الحال، ينظموا البيت الأبيض كل سنة، ومدعوين الممثليات الدبلوماسية تاع العديد من البلدان. ودونالد ترامب في البداية شكر بلدان إسلامية اللي عندها وزن وهيبة ومواقف مثل المملكة العربية السعودية، الإمارات، اللي تم دعوتهم للانضمام للبريكس، على خلاف نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف اللي ذكروا دونالد ترامب من بين قائمة من الدول. لكن المشكل انه المستهدف بالكلام تاع دونالد ترامب لما يقول لك بانه لن يكون هناك رجال في الرياضات النسويه هو السي ايمان خليف الجزائري، اللي لما دونالد ترامب تعرفوا منذ منذ اشهر وهو يتكلم على قضيه ضروره منع الرجال من المشاركه في المسابقات النسويه، كان ياخذ ايمان خليف كمعيار وكعينه. الآن البارحة بحضور بوقادوم اللي كان وزير الخارجية الأسبق واللي الآن هو سفير الجزائر في الولايات المتحدة الأمريكية، يقول هذا الكلام ويفطر على النظام الجزائري في سهرة رمضانية أخذ فيها النظام الجزائري مرة أخرى نظام لا وزن لا هيبة لا مواقف، ضرسا وإهانة كبرى أمام رئيس 47 للولايات المتحدة الأمريكية. وصح فطور الجميع.